السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله نقدم معكم كيف شفتوا مادلين. كتجي من اروع ما يكون، صدقوني كتجي هاد المادلين كتجي زوينه، كتجي خفيفه بزاف وناجحه من اول تجربه، كذلك اقتصاديه وسهله دغيا كتوجد. فرحوا بها الوليدات ديالكم. شوفوا الشكل ديالها راه كيجي رائع. ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم زوينين، بشي لايك، بارطاجيو لي الفيديو فضلا وليس امرا. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي، ما شاء الله كتجي تبارك الله رطبه. صوره بحال لي مادلين ديال المحلبات، كتجي ناجحه من اول تجربه غادي تنجح معاكم. نتمنى لا فيديو ديال اليوم يراكم ينال الاعجاب ديالكم، وندوز ان شاء الله باش نشوف معكم المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندي هنايا نص كاس تاع الزيت. بالنسبه للعبار راه تنعبر هنا بكاس العنبه، وعندي نص كاس ديال النشا او مايزينا. هاد مايزينا كتخلي المادلين ديالنا كتجي خفيفه. كذلك عندي هنايا ياغورت او دانون بالنكهه ديال الموز. واحد المعلقه ديال الخل، واحد الكاس ديال سنيده، خميره من فئه 8 غرام، جوج بيضات. بالنسبه للبيض يكون بدرجه حراره المطبخ، نخرجوه من قبل من الثلاجه. هنا عندي كذلك الشوكولات مربعات كيبقى اختياري، وعندي الشوكولات حبيبات او الفيرميسيل. كذلك عندي هنا كاوكاو للتزيين، وعندي هنا كاس ونص بكاس العنبه ديال الدقيق مغربل. غناخذ الكاس ديال الخلاط، غادي نهرس فيه هذوك جوج بيضات. بالنسبه هنا السوائل كلهم غنديرهم هنايا في الخلاط، وغنضيف عليهم سنيده، الزيت، هنا من بعد ما طحنتهم غنضيف الياغورت حتى هو نعاود نطحنو. هنا غناخذ واحد الاناء وغادي نكب فيه هذاك الخليط اللي طحنت، غنضيف عليه النشا اللي هو نص كاس ديال النشا، كذلك الخميره. غنخلطهم مزيان. بالنسبه للدقيق غنبقى نضيف الدقيق تدريجيا. الدقيق راه عبرتو كي قلت بالكاس ديال العنبه كاس ونص. كنبقى نكب الدقيق وتنخلط. نضفت الدقيق كله اللي بقى عندي صافي، ونواصل التحريك. الخلطه يتخلط لي الخليط مزيان. قد ما طربتوه مزيان راه كيجي داك الخليط او المادلين تيجي ناجح. بالنسبه للمقادير اللي بغى يذوب لهم راه يذوب لهم، اللي بغى كميه اكثر هنا غنضيف الخل. شوف ملعقه كبيره ما عمرش مزيان ديال الخل. الخل كيخلي المادلين ديالنا كيجيو رطبين وكيجيو طالعين. قلت لي بغى يضاعف المقادير راه يضاعفهم. انتم غتشوفوا الكميه اللي غتخرجوا لي هاد المقادير، كميه لا باس بها. شو الشكل ديال الخليط راه كيبقى بهذا القوام، تتبقى هذيك الخليط كيبقى خفيف. صافي من بعد ما كملت غنغطيه بالسلوفان وغنخليه في الثلاجه واحد ساعه حتى ساعه ونص. قد ما خليناه الخليط يرتاح
كيجينا الكاب كيك ديالنا او المادلين كيجيو ناجحين وتيجيو طالعين مزيان. صافي غندخلو دابا للثلاجه ونخليه كيقول ساعه لساعه ونص. من بعد ما ارتاح الخليط هنا انا خليته ساعه بالضبط، خرجته من الثلاجه. غناخد المول اللي غادي نعمل فيه دوك الكويعطات. هنا صافي رحت الكويعطات في المول. غناخد واحد المعلقه ونحاول نحرك هذاك الخليط بشويه بهذا الشكل. شفتوا من بعد ما خليناه في الثلاجه ارتاح، ما بقاش خفيف كي كان في الاول. تفاعل الخميره تفاعلت، شفتوا راه ولا ثقيل شويه. هنا غناخد هذه ديال الكلاص كي تنهزو بها الكلاص، هي اللي غنهز بها، هي اللي كنعبر بها انا دائما، كتعطيني العبر هو هذاك. اللي ما عندوش هذه غيدير واحد المعلقه معلقه ونص حتى 2 معالق على حساب دوك الكويعطات واش عندكم كبار ولا صغار. المهم ما تنعمروهمش، تنخليوه فين المساحه فين طلع لينا المادلين. اللي غتخمر غادي يطلع اكيد. نتوما غتشوفوا دابا حتى لحداش عمرتهم. وغنستمر حتى نكمل كويعطات كلهم اللي عندي غادي نعمرهم. شفتوا العبار شحال راه ما عامرينش، فيتي النص غير شويه. بالنسبه للفران اللي غنطيب فيه هاد المادلين، راه غير غنطيبهم في الفران ديال الغاز. غادي ندخلهم في الفران غادي يكون بارد بحال طياب الكيكه. كندير لهم انا كيفاش كندير الكيكه، كنحطهم في الفران بارد وتنشعلو وكنخلي ندير العافيه مهيله وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم. هنا درت واحد الشوكولاته مربعه في كل مادلين، في الوحيده درت وحده. كيبقاو اختياري، الا بغيتو ما ديروهمش ما ديروهمش. المقادير راه بساط واقتصاديين وكيجيو اروع ما يكون. والله يا البنات اللي كيجيو هاد المادلين كتجي خفيفه، تجي زوينه بزاف وسهله، ما غتشدلكش الوقت نهائيا، ما تعكزيش عليها في دغيات وجديها، تخليها ترتاح. صافي تدخليها للفران. دابا انا غنديها للفران تطيب ونرجع معاكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاب كيك او المادلين اليوم. كيجيو اروع ما يكون. هنا زينتهم النص، زينته تقريبا بالكونفيتير والكاوكاو اللي حمرته شويه، والشكل الثاني زينته كذلك بالكونفيتير وبالبرميسيل. شوفوا انا قطعت معكم واحد الوحده، كيجيو خفافين وزوينين بزاف بزاف. فالتزيين كيبقى اختياري، زينوا باللي كيعجبكم او متوفر عندكم. وحتى هنا الفيديو ديال اليوم غيكون سهله. كنشكركم بزاف على المتابعه، وما تنسونيش عافاكم من لايك وشي تعليق زوين بحالكم. كنقول لكم السلام عليكم، تلقاو فيديو اخر ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.